بعد اكتر بقى من 400 خلطه قهوه لسه ناس كتير جدا بتسالني هو انت ايه خلطتك المميزه، او ايه اكتر خلطه مثلا ممكن تكون بتعلم معاك، هو انت ازاي لسه متابعني وبصراحه ما تعرفهاش. بس تعالى اما اقول لك عليها في السريع كده. ما تسالنيش على خلطتي، انت بتسالني على اكتر خلطه بشربها بتعلم معايا. كولومبي يا جماعه بجد بيعلم معايا جدا في اي خلطه، فبحط 75 جرام. البرازيلي يا جماعه، البرازيلي راشق مع الكولومبي في اي حاجه بصراحه، مراته قليله وفي نفس الوقت كريمي جدا، فبحط 75 جرام. بالنسبه لي الخلطه ديت بحب اقفلها جدا بالهند الروبستا، قوامه حلو وفي نفس الوقت برضو بيساعدني في تظبيط الوش، وبرضو الكافيين فيه عالي جدا فبحط 50 جرام. الهند الارابيكا معايا اساسي في اي توليفه انا بشربها عن نفسي، بحس طعمه طبعا من الفواكه كده وفي نفس الوقت بيدي تيست الشوكولاته كده في اخر درجات الوسط بتاعته، فبحط 50 جرام. بحط شويه ورد، بحب بصراحه ريحه الورد قوي في قلب القهوه، وبحط حوالي 5 جرام من الحبهان كده. الجنسنج معايا اساسي في اي توليفه انا بعملها، بيساعدني جدا لو انا عايز اروح الجيم مثلا، او انا النهارده مطبق او اي حاجه، بصراحه حلو جدا للطاقه والبار وبيعلي من نسبه الكافيين. شويه قرنفل بحب طعمهم، واي حد متابعني طبعا عارف ان انا بحب طعم القرنفل في القهوه. بقلب الكلام ده كله وبنزل بيه في مطحنتي، وبعدها هعمل لك فنجان قهوه، لان ده بجد واحده من احلى القهوه اللي انا بشربها في حياتي. انا بالنسبه لي مش بشرب القهوه بسكر، بس الراجل اللي معايا ده تعبان معاه في التصوير، فانا قررت ان انا اعمل له فنجان القهوه ده بالطريقه بتاعتي. وبرضك يا جماعه كل الطرق متاحه. موضوع بقى ان السكر بيأثر في الكافيين، السكر ما بيأثرش في كافيين القهوه، هو مضر بس ما بيأثرش في كافيين القهوه. تعال ننزل بيها على النار، وبعدينك نرجع لكوبايتنا الجميله، نحط معلقتين البن الكبار. طبعا كل واحد بيشرب القهوه على حسب رغبته. اعمل حسابك هشربك فنجان قهوه هينسيك تعب التصوير. بس حقيقي دي مزيكا، دي ما ينفعش ما تكونش معاك في البيت. فنجان منها يكفي في اليوم، تحفه تقيله طعمها حلو، تقدر تجيبها من اي فرع من فروع بني فوده، وانا على فوده وكل اسبوع بنزل لك خلطه قهوه.